السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير إخوتي. حبيت نجاوب الكلب تاع مظلم هالك أنور مالك. مظلم هالك ما يحشمش على أصله. الريفيين خرجوا في بروكسل يتظاهروا وربي يسهل عليهم مراركا. هو حب يلصق المشكل تاع الريفيين في بروكسل اللي خرجوا يلصقوا للجزائر، للدولة الجزائرية، باللي الدولة الجزائرية تحرض على الريفيين وهي اللي راها تنفق وتعطي لهم في الدراهم، ودار فيها حكاية. إلا أنه في السابق، نهار اللي خرج الماك مع الريفيين مع المراركة مع المخزن وهزين أعلام المخزن والصهاينة، ما دارش عليهم تعليق وما تكلمش وما قالكش المخزن راهي فينونسي في الماك. واليوم كي خرجوا الريفيين حب يلصقها في الاسمو. هذه واحدة. اثنين، إذا كان شفتوا واحد اللايف تاعو يدير الفرق ما بين الملك محمد السادس وتبون. كي راح الملك محمد السادس يزور في المرضى في قضية زلزال، راح يزور فيهم، دار له صورة فخمة وكذا والملك وقلبه طيب وقلبه كذا، وجاب فيديو واحد آخر لتبون نهار اللي زار المرضى في تيبازا تاع الحريق. قلبه ما يصلحش كومبليتمون، قلبه كومبليتمون ما يصلحش. دار واحد حب يحط من قيمة التبون وشنقريحة بارس كان حاضر معاه، والملك يقلبوه ما عندي وش نقول لكم. لكن معليش انا نجاوبك في هذه تاع المسيرة تاع بروكسل، ونجاوبك على هذا الشيء اللي راك تقول فيه ودير الفرق. درك نعطيك انا واحدة تخصك انت في فيديو، كاين فيديو ليك في قناة من قنوات الدول العربية، وين قلت باللي أن الصحراء الغربية ليست غربية ليست مغربية، وإنها صحراء محتلة من طرف المغرب. أنت قلت هذا الكلام هذا، وقلت باللي رحت للداخلة وشفتهم ولقيت ماهيش تابعة للمغرب. انت الكلام تاعك هذا اللي قلته في القناة من الدول العربية. في تسجيل واحد آخر تتكلم مع صحاب المخزن وتقول لهم باللي الصحراء الغربية مغربية وليست صحراء غربية. وقلت بكلامك هذا كون أنا نحكم البوفوار، الصحراء هذه نحيها ما يزيدوش سمعوا بوليزاريو. انت قلت هذا الكلام هذا. النفاق تاعك منا في دولة عربية ظلها وقت هذه، أني نجبد لك في التاريخ تاعك اللي قلت باللي ليست مغربية وإنها صحراء غربية وما تسالش فيها المغرب، وانت قلتها فمك، واليوم تعاود الدور وتقول لا ما الصحراء مغربية. على هذا النفاق كل على جل المال، باسكو يعطوك في المال ويخلصوا فيه كيما انت، كيما سعد الشرعي، كيما الكلاب هذو الابواق هذو اللي راهم في عقاب الجزائر. انت واحد منهم. انت كنت تحت الكاسكيطه وهربت يا واحد الكلب، ورحت حتى لسوريا وداروا فيلق كامل باسمك تاع داعش، داروه باسمك وعلى بالك بها، سموه انور مالك. واليوم وقضيه قاجوقجي والكتاب اللي كتبته وقلت من الدول العرب الامم المتحده ليس لها دخل في السعوديه كي قتلوا قاجوقجي. انت قلت هذا الكلام، انت خبيث. هذا هو الخبث، هذا هو الخبث تاع الناس اللي كيما انت. ما عندكش مبدأ تمشي عليه، كل يوم تبدل في كلامك وكل يوم تتزربط. هذا مكان وجاي اليوم تحوس تهين الدولة وتهين البلاد. ينعل بوز الزريعة نتاعك، ينعل الزريعة تاع جد باباك الحلوف. سامحوني خاوتي على الكلام